الشكل النهائي بعد ما نخبز الصواني. هاي كمان الشكل النهائي لفطيرة السبانخ. السلام عليكم اخواتي، يعطيكم الف عافية. ان شاء الله يجعل ايامكم كلها سعيدة وخير وبركة، وكل عام وانتم بألف خير، وإن شاء الله رمضان خير ومبارك على الجميع. اليوم بدي أعمل معجنات بطريقة العجن اللي هي 10 دقايق. طريقتي كتير سهلة، بدنا نحط فيها لبن وحليب. هي المقادير: عنا معلقة صغيرة ملح، معلقة وسط سكر، معلقتين وسط خميرة فورية، تقريبا تلت كاسة حليب وتلت كاسة لبن زبادي عادي، وكاسة زيت. طبعا أنا هون مخلطة زيت زيتون وزيت نباتي، ومي كاستين. وكله بده يكون هاي السوائل تكون دافية عشان الخميرة عندي تشتغل. لأول شي بدي أخذ معلقتين طحين، بدي أحطهم هون على جنب. بعدين بدي أضيف عليهم السكر، بدي أحط عليهم الخميرة، بحركهم شوي صغيرة. بس الملح ما بصير أحطه، بحطه تقريبا آخر شي مع آخر طرحة الطحين. لهالوصفة عم نحط إحنا تقريبا كيلو طحين بس، يعني هذا مقدار الكيلو. هلا بدي أحط السوائل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحليب، واللبن، وهاي نص كمية الزيت، ما راح أحطها كلياتها، ومنخلط. بعد ما بخلطها بدي اتركها تقريبا 10 دقايق، اغطيها بالكيس، كيس خبز عادي. بتركها شي مدة 10 دقايق هيك بس لحتى تصير على الخميرة مثل الفقاعات، بلش تشتغل عندي. بشوفكم المرحلة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شي احط نقطة زيت بس. هي كمية الزيت اللي ضلت ما كملتها، هي 3/4 كاسة مي بس. ما بعرف لأنه قديش رح ياخد الطحين معي، ما أتوقع ياخد الكاستين يعني، بس حنشوف. ضفت بس 3/4. خلطهم شوي مع بعض. طبعا أكيد حاجم، بس أول شي هيك تحريك عشان تختلط الأشياء كلها مع بعضها. هلا بس ضمنت اشتغلت الخميرة، راح أحط كمية الملح اللي أنا بدي إياه على الخميرة. هي بس رشة بسيطة يعني ملح، مقدار نص معلقة صغيرة، معلقة صغيرة لنص معلقة صغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي الخليط. هلا أنا أكيد حاجب بإيدي، بس عم بخلطهم أول شي لحتى أشوف قديش بتاخد تقريبا. هيك ضمنت في بالكاسة زيت، هحط بس ربع الكاسة مي، حاجة أتوقع بكفيها هيك، ومع الزيت الأخير هذول اللي ضلوا بتوقع سعره بكفي. هلا بعد ما أعجنها بصور لكم. هلا أنا هيك عم بعجنها، بس قلت أورجيكم إنه لا يعني الطحين عندي أخذ بس كاسة مي وتقريبا ربع. بالعادة أنا بحط شي كاسة ونص مي وتقريبا كاسة زيت أو 3/4 كاسة زيت. بس هون عنا للأسف بألمانيا وبدول أوروبا إنه صاروا يدخلوا للأسف الحشرات بالمنتجات الغذائية، الطحين، الخبز، الشوكولاتات. ما بعرف شلون هالقرارات بيطلعوا فيها بس الفكرة إنه كل مرة بنغير نوع طحين. فالمهم هذا نوع الطحين عندي أخذ بس كاسة مي وتقريبا ربع و3/4 لكاسة زيت. هلا راح أكمل عجن، بس حبيت أخبركم إنه هيك لازم كلها تشيل، يعني أبدا ما تلزق.
هلا صارت العجينة هيك عندي اياها جاهزة، حطيت عليها نقطة زيت، حطيت لها كيس، وبدي اتركها شوي ترتاح، مع انه انا فيني بعد 5 دقايق بالضبط او 10 دقايق ابلش دغري شغل فيها. بس انا لبين ما اجهز الحشوات برجع ببلش بشتغل فيها ان شاء الله. هلا كاسة الشاي الصغير الطحين اخذت تقريبا كاستين حليب، كل كاس شي 250 جرام. بس تبلش تمسك رح اضيف عليها الجبنة، طبعا الجبنة اختياري للي بده. هلا نص الكمية هي جبنة رح اقسمها واحطها كمان هون، وراح اخلي نصها من غير ما اضيفها. وهون هيك بنحرك المقادير. هلا عشان المعجنات ما تفشفش وتنزل يعني تخرب العجينة، شايفين شلون المي؟ لازم تنعصر منهم المية كتير منيحة. بعد ما اعصرهم على الاخر وتصفمتهم لك الكمية كيف قلت، بحط عليها اللي هي التبلة اللي انا بدي اياها، يعني من سماق، من كمون، من دبس، لانه اذا حطيتهم رح تروح حرام كلها على الفاضي. فبصفيهم كتير منيح اول، بعصفرهم وبعدين بضيف عليهم. طبعا هيك السبانخ هلا صارت جاهزة. هلا بعد ما سكرت الاطراف هيك لفيتهم، هلا بدي ابلش احط من الجبنة البشاميل اللي انا سويتها وطبختها، راح اوزعها بالنص. ماشي. لا ماشي، لا. هلا بعد ما حطيت الجبنة هيك على الداير كلياتها، بس هلا بدي ابلش اقرصها والفها، يعني هيك بهالطريقة. هلا هي عندي صارت البيتزا الجبنة بالبشاميل صارت جاهزة، ترى ما احلاها ان شاء الله. وهي الثانية عملتها بالسبانخ وحطيت على وشها شوية برش جبنة مع دبس رمان. هلا بعد ما تصير ان شاء الله برجع بصور لكم، بس الريحة ما شاء الله بتشهي. هلا هيك صار هذا الشكل النهائي بعد ما انخبزوا الصواني. وهي كمان الشكل النهائي لفطيرة السبانخ.